ده رد فعل هوجو بعد ما الخوف من البحر قلب لمتعة. ودي بقى معاناة الأستاذة بيجا. إن شاء الله في حلقة النهاردة هوريكم إزاي هنقدر نحول الخوف دوت لشيء إيجابي، وهخلي الكلبة تتغلب على خوفها. هي هنا اتحطت في أصعب موقف ممكن تتحط فيه في حياتها، عارف، يا محاصرة. البحر حواليها من كل حتة، الأدرينالين عند الكلبة عالي جدا. هنعلمها ازاي تتصرف في المواقف اللي زي كده، وإن شاء الله نقدر نخليها تنزل البحر. خليك متابع، هسيب لك كواليس تموت من الضحك في آخر الفيديو. كانت قواقع أول مرة أشوف زيها في حياتي، سمك الشباب هيجيبوه بإيديهم. تابع، هوريك السمك ده وهوريك أنواعه في الحلقة. اسمه ايه السمك دوت يا هارون؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم في حلقه جديده من قناه مستر هوجو. النهارده حلقه مميزه قوي، هنحاول نعلم هوجو وبيجا، هنحاول نعلمهم ازاي ينزلوا البحر ده. اول مره بيجا تشوف بحر في حياتها. خليكم متابعين، هنشوف مين فيهم هيقدر ينزل ومين فيهم مش هيقدر ينزل. ان شاء الله هنقدر ننزلهم الاثنين. هننزل الكلاب من غير ضغط، هننزل الكلاب من غير اي مشاكل، مش هنمسك كلب نرميه في الميه فنعمل له تروما او نخليه يبقى قلقان من الميه بقيه عمره. خليكم متابعين خطوه بخطوه عشان نشوف اللي هيحصل. يلا نبدا الحلقه. أول انطلاقة للكلاب في المكان كانت على أرض رملة، ومنظر الرائع اللي احنا هنشوفه. احنا تارجتنا نروح للصخرة اللي على اليمين هناك. بدأنا ننزل من على الجبل، ما نعرفش من الأرض تحته كلها صخور. هنا هوجو بيشاور لي على الكائنات الحية اللي عايشة حوالين البحر والمية المالحة، لأن المية المالحة ليها فوائد كتير جدا هقولها لك قدام شوية. بدأنا نتحرك، الكلاب بالنسبة لها الكلام ده بقى عادي. لو عايز تعرف ليش، في الحلقة اللي فاتت. الميه المالحه فوائدها لا تعد ولا تحصى بالنسبه للحيوانات وللبني ادمين. بتخرج رطوبه، بتضيع الحشرات، بتعالج التهاب، بتعالج الجلد، بتعمل حاجات كتير قوي 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 قوي، فوائد لا تعد ولا تحصى. فلو انتم متاخرين زي حالاتي وما نزلتوش كلابكم الميه، اتفرجوا على الحلقه دي وهعلمكم ازاي تنزلوهم الميه. تعالوا نشوف هنعمل معاهم ايه، وربنا يسترها علينا وعليهم. هنا الكلاب بدأت تشوف البحر، بس المشكلة مش في البحر ولا في المية خالص، المشكلة في الصخر اللي انتوا شايفينه. الموضوع قاسي جدا وبيجرح حرفيا. بدأت أطمن الكلاب. بيجي أول ما شافت البحر طارت زي ما شفنا. أنا بدأت أنده لهوجو من غير أي ضغط من أي نوع. الكلب زي ما انتوا شايفين أول ما حط رجله في المية ابتدى يرجع تاني، ما ضغطتوش، سبته براحته. وبعد كده قلت له تعالى. هوجو بص لي البصة ديت، بيقول لي احنا أمان. قلت له عيب عليك. قال لي ربنا يستر. قلت له طب معايا؟ قال لي يلا بينا. انا في الحلقه دي مش هضغط ولا هوجو ولا بيجا، وتعالوا هقول لكم احنا عملنا دوت معاهم ازاي بالطريقه الصحيحه. تعالوا بقى نحاول ناخدهم وننزل ونشوف هنعمل الخطوات دي ازاي واحده واحده. يلا بينا. هنا بدأت الأحداث الفعالية والجزء الكوميدي بالنسبة لنا، المرعب بالنسبة لبيجا. هوجو نزل بيقول لي غويطة. قلت له تعالى هقول لك هنعمل ايه. أنا رحت وقفت في صخرة قريبة وبدأت أستدعي هوجو أو أندهله. الكلب الحمد لله في ثقة بينا قوية جدا، جه من أول مرة. وزي ما انتم شايفين الموضوع مش سهل، الصخر غويط، يعني الموضوع يبان ان هو كده بس في النص بتلاقي حتت غويطة جدا. ندهت البيجا. بيجا ابتدت تشغل دماغها، ما جاتش من المية، بتحاول تيجي من الصخر، تلاقي مية ترجع تاني، وهكذا لحد ما عملت زي ما انت شايف كده. هي شغلت دماغها جدا، بس هنشوف الموضوع ده هينفع قد ايه. هنا انا سبت لهم الصخرة وسبت بيجا تواجه مشاكلها، وبعدت عنهم شوية علشان ابتدي احركهم في المية باختياراتهم. اول لما بيجا هتواجه خوفها كده هبتدي انده هوجو. هوجو بيقول لي ايه؟ قلت له تعالى يا معلم يلا. هنا بنبتدي نشجع الكلب جدا. الكلب ابتدى يتحرك ما شاء الله لا قوة الا بالله. جه بيجا بقى هتعمل ايه؟ برضو لسه في مرحلة تشغيل الدماغ، ابتدت تشغل دماغها، بس الكلبة ما شاء الله بتعرف تتصرف. هي لسه تحت الخوف فتصرفها مش احسن حاجة، وادائها مش احسن حاجة. فتعالى برضو هوري لك احنا هنعالج الموقف ده ازاي، وهنسيبها بحريتها التامة. مجرد ما الكلاب ابتدى جسمهم يتبل، انا مش هفضل اطلع وادخل كل شوية، فانا هحاول اخد اكتر استفادة من الموضوع. ابتديت اقعد وبحاول اطمن بيجا بهوجو. ندهت الهوجو وبحاول بقول للشاهيني هنا خليك مع بيجا، عايزين نشوف رياكشناتها. هي خايفة جدا وعمالة بتنبح ومنزعجة بطريقة زي ما احنا شايفين. هنشوف برضو تفكيرها اللي هو تفكير الجرو او الطفل اللي اول مرة يواجه موقف هيبقى ازاي. اجري يا مجدي.
هربت هتلف من اخر الجبل من هناك وجات لي من الناحيه دي. الكلبه لسه مش شغاله دماغها، لسه خايفه تنزل البحر. ركز وشوف الثقه هتيجي. طبعا هي بتاخد وقت بس ما تستعجلش، عشان لو ضغطت الكلب مش هتاخد نتيجه غير نتيجه سيئه على المدى الطويل. هنا ابتديت بقى انا عايز ادخل جوه شويه في البحر، وابتديت اتجاهل بيجا لاني هي لسه مشغله دماغها. فانا بقول لها مش هو ده اللي انا عايزه منك، احنا لازم نثق في بعض اكتر من كده شويه. الارض صعبه جدا ومتحركين. بقول للشاهين هات بيجا يمكن تعملها. بيجا بتحاول اهي تنزل، كل ما بتحط رجليها في الميه زي ما احنا شايفين بتتخض جدا وبتخاف جدا، فشكلها مش هتعرف تنزل ولا ايه. ده اللي هنشوفه. الكلبة منزعجة لسه، بتحاول تاني، بس اختارت تمشي من على الصخر واختارت تشغيل الدماغ المرة الرابعة أو الخامسة. هوجو راح بيحاول يطمنها عشان يجيبها، فبص لقاني هتكعبل، فكر لثانية قال لي احنا اتفقنا ان احنا مع بعض، شكرا يا صاحبي. هنا بلعب معاه، قال لي ما ترشش ميه، وقام جاري راح يجيب بيجا وهو مبسوط. هو هنا بيحاول يطمنها يعرفها ان الموضوع ما فيهوش مشاكل. تفتكروا بيجا بقى بعد كل اللي انا بعمله انا وهوجو هتبقى تمام؟ هنا بوريها ان برضو الموضوع تمام، وهوجو مشي بثبات جدا قدامها عشان يحاول يطمنها. يلا بقى يا بيجا، يلا بقى، يلا هتفعلها. والله فعلتها. بتعمل الموضوع زي ما احنا شايفين لسه في الاول بقلق، بس الحمد لله نتيجة اسرع مما تخيلت وما شاء الله. هنا بطمن الكلبة وبكافئها طبعا جدا جدا. انا عملت لها فرح بس المايك كان فاصل للاسف، وخليت المايه توصل لكل جزء في جسمها، ودي نتيجة انك تخلي الكلب يعمل حاجة باختياره مش بضغط. هنا بقى ابتدوا مرحلة المتعة والاستمتاع، الاتنين بيلعبوا، بس الصخور زي ما احنا شايفين كده تحسسك ان في فك مفترس عض الكلب. كده احنا نقدر نقول ان احنا خدنا نتيجة كويسة. سبت بيجا تتصرف براحتها، هي اختارت تطلع، بس انا لسه مش هخليهم يطلعوا دلوقتي. هنكمل تاني، هنبتدي نندهها زي ما احنا شايفين. استجابة رائعة ما شاء الله تبارك الله ولا قوة الا بالله. هنا كافئتها وسبتها تاخد بريك على رجلي. خدي بوسة وانت كمان خد بوسة، وسبتها تتصرف براحتها مع ان انا مبسمحش باللحسة على فكرة. سبتهم ونزلت علشان نبتدي نخليهم ياخدوا خطوات لجوه اكتر. يعني احنا لحد دلوقتي احنا خدنا نتيجة كويسة جدا الحمد لله. هنخش جوه شوية، وبعد ما دخلنا ولعبنا حبتين هوجو قال لي كفاية كده. قلت له ماشي يا معلم طالما انت عايز كده يلا بينا. بيهوهو على شاهين بيقول له يلا يا شاهين اطلع انت كمان. وهنا خرجنا. الأستاذة رايح فين؟ احنا لسه هننزل نصطاد وهننزلهم حبيبي يا البحر تاني. شيخ، اللي جاي في كلام حبيبي. تاني. شمس حميت وبيجا وهوجو نزلوا المايه خلاص. تعالوا هنحاول نروح مكان تاني تكون الارض فيه مش صخر، تبقى رمله اكتر، وننزلهم والمايك ما يبقاش فاصل زي ما فصل. يلا بينا. اللي لسه متابع وهيعرف كمان وشوية وسام كان عايز يعمل ايه لما قفشته ليه عند وسام اهو. هدية. بص هوجو سايب كل الدنيا وراح قعد جنب وسام. يا هوجو انت بتحب وسام؟ اخليك تقعد يا اسطى عشان نكسر العلاقه دي. سلم على الناس يا صجر. الكلبه بتاكل القواقع اللي انا عمال بلم فيها بقالي كتير. تاخد كالسيوم. نو. امر المنع على البحر اهو في الطبيعه. قال كده. تعالى هنا. بصوا يا جماعه عملت ايه في القواقع بتاعتي. وسام شكله كان ناوي يقوم ننزل الميه. انت كنت نازل الميه ولا ايه يا كابتن؟ نازل والله. نازل الميه ولا كنت عايز تعمل ايه؟ انت كنت عايز تقوم ليه؟ كنت عايز الميه. انت كنت بتقول لي ايه دلوقتي عايز تعمل ايه؟ مش عايز اعمل حاجه. لا انت كنت بتقول حاجه يا كابتن. كنت بقول عايز اغير وانزل الميه بس. هتجيب لنا يا شيخ هارون؟ هجيب لك دلوقتي ان شاء الله. هجيب لك لفوفه كبيره. النصيب بتاع ربنا طبعا. طب احنا عايزين نجيب حاجه لحظ هوجو. ان شاء الله. هتجيب حاجه لهوجو؟ يلا بينا. الله المستعان. اتفرجوا يا جماعه على الشيخ هارون وهو نازل. هارون فين؟ حد شايفه؟ نور يا شيخ. عامل ايه؟ حبيت هوجو انت يا شيخ؟ جميل. ايه رايك فيه؟ هوجو ستي ست. ستي ست. ايوه. ما شاء الله. ما شاء الله عليه.
سبحان الله، كلمة الله. هوجو في هوجو بيهوهو على الناس اللي بتنزل المية، لأن هو بيحاول يأمنهم فعليا، ودي فطرة سبحان الله. هو عارف وسام وبيحبه، انتوا عارفين. هنزلهم في الحتة دي دلوقتي. كم تعال بالراحة. هنا كم. بص مشيت زيه بالظبط. جود جيرل، بتعوم. يو بوي، جود جيرل. تعالى يا هوجو. يو بوي، جود جيرل. يابا بلهم بالميه، خليهم يحبوها اكتر ويبهدلوني عادي. جود جيرل. الارض هنا حلوه الحمد لله، مش خشنه. يو بوي، تعال هوجو. يا بوي. جود بوي، برافو. بيجا تعال. جود جيرل، برافو. تعال يا بيجا، برافو بيجا. كم. بص صوت البحر بالنسبه لها شيء مخيف جدا، والموج ما شاء الله ابتدى يعلى وجميل، بس تحفه. بيجا جود جيرل. هنا الكلب اي نعم نزل البحر قبل كده وكانت دنيته تمام، بس هو كل مرة بينزل يشوف الموقف. البحر حجمه كبير جدا بالنسبة لحجم الكلب، فانت هنا لازم تحفز وتحفيز دائم. لو لاحظت بيها كل شوية بتقف، فالموضوع هو بس واقف معاك على سنة. حفز الكلب، ما توتروش وما تضغطوش، هتاخد النتيجة اللي انت عايزها بالظبط من غير اي مشاكل. انا شايف حاجات في الارض سبحان الخالق. جود بوي. دي بقى النزلة التانية، مراحل تعزيز الثقة عند الكلاب ونسمح لهم بالاستكشاف أكتر. هما طبعا طول الوقت برضو لسه قلقانين، بس تعالوا أوريكم هنعمل إيه تاني. هوجو. هوجو زي ما شفنا نظرات التوتر، بس لما بيلاقيني رايح في حتة، على رأي شاهين الكلب ده انت لو داخل النار هو رايح معاك. احنا هنحاول نروح عند الصخرة اللي هناك دي وربنا يستر. غريبة. خلي رجلك هتتقطع من الصخور. بس اعمل لايك للفيديو وتابعنا على كل المنصات، والحلقات اللي جايه اقوى من كده بكتير. وسام سايب كل حاجة وقاعد بيلعب مع بيجا، واخر استجمام وبيعمه وهي لا مؤاخذة خال. ارجع نام تاني يا باشا، ازعجناك معلش. تعالى يا هوجو. سيبنا وسام الراجل جاي اجازة. تعالوا نشوف قصة السمك. بطاطا وبربون وشفاط ما شاء الله تبارك الله. ما تنسوش تصلوا على النبي. ايوه شكله غريب سبحان الله، شكله مش شكل ايوه شكله غريب قوي سبحان الله. سبحان الله عليه غريبه. طلع بقى السمك اللي طالع ده. لو عرفت برضو اول سمكة دي راحت فين هديلك هدية. هنا خلاص كنا فضينا الشبك والشباب شاوروا لنا السمك. تسلم ايديهم والله، يعني واحد من اجمل الايام. مع ان اليوم بتاع النهارده احنا كان المفروض نروح مكان تاني، بس جينا هنا. احنا بقينا فين؟ احنا كنا تحت في المكان اللي هناك ده. العربيات هناك اهي. النهارده شفنا ازاي خلينا هوجو وبيجا اتعودوا ينزلوا المايه من غير قلق ومن غير مشاكل ومن غير ما نخسر اي حد على اي حاجه. كان معاكم مدحت الحسيني وهوجو وبيجا، وورا الكاميرا كان معانا الشيخ شاهين، الشيخ هارون، وسام اصحابي، واحلى يوم في مطروح. واشوفكم في القاهره بقى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.